اخبار مهمه جدا عن نادي الزمالك. اخوان كارلوس اوسوريو يبدا تجهيزات مباراه السوبر ضد النادي الاهلي، وفرصه اخيره لسامسونج اكينيولا وتجهيز احمد فتوح واحمد السيد زيزو لمباراه الاهلي. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو، ولو انت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك، وهنبدا باول اخبار معانا. واخوان كارلوس اوسوريو مدير الفني نادي الزمالك بدا يجهز في لاعيبه نادي الزمالك لمباراه السوبر اللي هتقام يوم 5/5 في ابو ظبي، وفي نفس الوقت برضه مباراه مهمه جدا للاعيبه نادي الزمالك، لان هي يكون عندها الثقه ان هي تحقق بطوله في الجيل الحالي، وفي نفس الوقت برضه شدت أهمية التدريبات بشكل قوي خلال المرحلة اللي جاية، وحط نظام للاعيبة نادي الزمالك إن هم في نفس الوقت برضه ينزلوا في الوزن، وفي نفس الوقت برضه يزود الأحمال شوية عليهم، وشايفين جدية شوية في لاعيبة نادي الزمالك في التدريبات. وده كله حاجة كويسة جدا بالنسبة لتيم نادي الزمالك، لأن التيم اللي موجود دلوقتي حاليا ما شالش ولا بطولة. بتكلم على الصفقات الجديدة بالتحديد، فنتمنى إن اللعيبة تبقى قد المسؤولية، ونتمنى ان هم يقدموا مباراه كبيره ويبداوا يجهزوا بشكل قوي خلال الفتره اللي جايه. والخبر الثاني بعد كده بالنسبه لاحمد السيد زيزو واحمد فتوح، هو كمان بيبداوا في التجهيز برضو لمباراه السوبر، خصوصا كمان ان احمد فتوح عنده اصابه بسيطه كده، وفي نفس الوقت برضو هيرجع لنادي الزمالك بشكل قوي، وفي نفس الوقت برضو هو اللي هيقود الجبهه الشمال. احنا عارفين طبعا اهميه احمد فتوح وخطورته كمان من ناحيه الشمال، فنتمنى ان هو يرجع بشكل مميز جدا، وهو لعيب راجل وفي نفس الوقت برضه من افضل الاظهره الموجوده في الوقت الحالي. احمد السيد زيزو برضه اتصاب في المباراه اللي فاتت مباراه المقاولين، ولكن نتمنى ان هو يشارك حتى الشوط الثاني في مباراه سيراميكا علشان الاصابه اللي عنده برضه ما تاثرش عليه. ولكن اهم حاجه مباراه السوبر دي المباراه المهمه جدا، ونتمنى ان اللعيبه تكون على قد المسؤوليه، وتكون كمان قادره ان هي تقف على رجليها خلال الفتره اللي جايه. الخبر اللي بعد كده بالنسبه لسامسونج اكينيولا، والمدير الفني اخوان كارلوس اوسوريو هيديله فرصه اخيره ان هو يثبت نفسه، علشان برضه يكون حاطه هو كمان تحت التقييم، عشان احنا عارفين ان هو في اخبار كتير جدا بتقول ان هو هيخرج نهايه الموسم من نادي الزمالك فري، ولكن في نفس الوقت برضه يبقى ياخد فرصه اخيره قدام الجمهور، وفي نفس الوقت برضه عشان ما نكونش ظلمنا لعيب بعينه، ولكن هياخد فرصه خلال المباريات الجايه. ممكن كمان يخش في القايمه بتاعه مباراه سيراميكا، وهو دايما كانوا بيستبعدوه من القايمه، ولكن مباراه سيراميكا هيخش فيها. وفي نفس الوقت برضه نتمنى ان هو يظهر بشكل مميز، ونشوف سامسونج هيقدم لنا ايه في مباراه سيراميكا. بالنسبه للخبر اللي بعد كده بالنسبه ليوسف اسامه نبيه، في اخبار كتير جدا بتاكد ان هو وقع مع بيراميدز، وممكن خلال الفتره الجايه بعد نهايه الدوري ان هم يعلنوا، ولكن كل دي اخبار انا بقول لكم ان هي مش مؤكده. كل الاخبار دي عشان بس يخلوا نادي الزمالك ان هو يتفاوض معاه بشكل سريع علشان يجدد عقده مع نادي الزمالك. ده كله شو اعلامي بالنسبه ليوسف اسامه نبيه، ولكن متاكد بعد نهايه الموسم هيجدد عادي جدا لنادي الزمالك. هو لعيب مهم وكل حاجه، ولكن الفتره الجايه محتاج يركز اكتر في التدريبات، علشان هو الماتش اللي فات بجد ضيع مننا برضه 3 نقط بسبب الفرصه اللي ضيعها. وفي نفس الوقت برضه كل الدعم لنادي الزمالك، الفرقه محتاجه الفتره الجايه دعم عشان تقدر تاخد مباراه السوبر وتحصل على الكاس. في نفس الوقت برضه نتمنى اللعيبه تمشي كويس بالدوري المصري اللي احنا حرفيا ضايعين فيه، وضيعنا انتصار مهم على نادي المقاولين. كل الدعم لنادي الزمالك، نتمنى اللعيبه تركز الفتره الجايه. وتحت لكم في الكومنتات لو عايزين اخبار عن لعيبه معينه، وباذن الله الخير قادم لنادي الزمالك. اتمنى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك معانا في القناه وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام.